لددنا رسول الله. فلما استفاق النبي صلى الله عليه وآله اعترض. قلنا كراهية المريض الدواء. عائشة ردت على النبي قال إذا لدوا من كان في الدار، لدوا كل من كان في الدار. يعني شنو هو كل من كان في الدار؟ خلي يشربون من هذا الشراب، لأن النبي احتمل أنه هذا طعمه يختلف، طعم سم. النبي يعرف. ايش تقول عائشة؟ نحن لددنا رسول الله صلى الله عليه وآله، نحن لدنا رسول الله، يعني احنا اللي شربناه. ما قالت انا، قالت نحن. اذا كانت اكو مؤامرة من قبل ابي بكر وعمر وحفصة، مؤامرة ضد النبي صلى الله عليه وآله من خلال السم. ولذلك عندما يعبر قول الامام صلوات الله عليه الامام الصادق يعني وابويهما، عندما يقول عائشة وحفصة عندما يتكلم عن قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأبويهما شر ما خلق الله. إذا شنو؟ إذا أكو مؤامرة من قبل أبويهما أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة. قالت نحن لددنا رسول الله. فعندما النبي استفاقه صار عنده احتمال أنه هذا سم، فلذلك النبي ما احتمل، فوجد أنه طعام هذا غريب، فأمر النبي صلى الله عليه وآله ماذا قال؟ قال إذا لدوا كل من كان في الدار، يعني أي واحد كان موجود خليه يشرب. سووا كلها هربت، ما حد بقى يم النبي، وخلوا النبي صلى الله عليه وآله ينازع في مرضه وسمه.